السلام عليكم. دي المحاضرة رقم 7 من محاضرات البايوتكنولوجي ميثودز. أقدمه لكم أحمد جمال سليمان. التقنية دي اسمها تقنية الساوث ويسترن بلوتينج. خدنا المرة اللي فاتت تقنية النورث ويسترن بلوتينج. كنا اتكلمنا فيها عن ال DNA، عن ال RNA binding proteins، وإن احنا كنا بنكتشف فيها الفانكشن بتاعت ال RNA، وطبعا كنا بنكتشف فيها الانتر اكشن اللي حاصل ما بين ال RNA والبروتين. طيب، المرة دي الموضوع مختلف تماما عن كل تقنيات السلوت بلوت اللي فاتت. هي فعليا هيبرد ما بين ال DNA، أو الساوث بلوتينج، ما بين الويسترن بلوتينج. احنا هنا بنشوف الانتراكشن اللي ما بين such proteins، interested proteins and interested DNA. مفيش واحد بالنسبة لنا فيهم نقدر نقول عليه fully probed، أو هو ده بالنسبة لنا الفيكسد، والتاني هو الفاريبل. احنا هنا بنقيس نقدر نقول على الترانسكريبشن فاكتور، أو بنكتشف الترانسكريبشن فاكتورز بتاعتنا. تمام كده. الترانسكريبشن فاكتور هي عبارة عن بروتينز بايندينج مع الدي ان ايه عشان نشوف هل هيحصل اكسبريشن ولا مش هيحصل اكسبريشن والكلام ده كله. فاحنا برضو ديتكت الجين اكسبريشن والدي ان ريبليكيشن والبروسيس دي كلها. الستبس بتاعتنا ان احنا بنعمل اكستراكشن للبروتين، بنعمل له بيوريفيكيشن، بنعمل له ايزوليشن، وبنعمل له ليبلنج بالانزيمز بتاعتنا تجهيزا لعملية الفيجواليزيشن في الاخر. وكذلك ال DNA بتاعنا بتاع الجينوم بتاعنا احنا برضه بنعمل له extraction، بنعمل له immobilization، وبنعمل له denaturation. بعد كده بنحطه على الجيل الكتروفريزز، وبنستنى هو اللي بيكون موجود ساعتها على الجيل الكتروفريزز. بعد كده بنعمل له ترحيل، بعد كده بنعمل له البلوتينج على النيتروسيلولوز ممبرين. بعد كده بنبتدي ان احنا نعمل عملية الهايبريد ما بينهم هما الاثنين، hybridization ما بينهم هما الاثنين، سواء labeling proteins with labeling proteins with enzymes مع denaturated DNA extract بتاعنا. بعد كده بنعمل بنسيبهم هما الاثنين فترة تحضير. بعد كده بنبتدي ان احنا نعمل ووشنج علشان طبعا الهايبريد اللي ماسك الاتنين اللي ماسكين في بعض هما اللي هيفضلوا موجودين على الفلتر بيبر، والباقي كلهم هيحصل لهم ووشد اب. بعد كده بنبتدي ان احنا نعمل فيجواليزيشن بتاعنا عن طريق ان احنا بنضيف السبستريت الخاص بالانزيم، او بنضيف الراديو اكتيف ليبلنج علشان نبتدي ان احنا نقيس الجودة والدقة والكمية اللي موجودة عندي من البروتين. بعد كده بنعمل اكستراكت للبروتين دوت وبنعمل له سيكونسنج، كذلك للدي ان اي دوت وبنعمل له سيكونسنج. بعد كده بنعمل له الاكس راي كريستالوجرافي علشان نتعرف عليهم هما الاثنين. دي كده الاختلاف ما بينه وما بين الساوث ويسترن بلوت اللي احنا خدناه قبل كده. اشوفكم المحاضرة الجاية بإذن الله.